كل عام وأنتم بألف ألف خير. تقبل الله طاعتكم، وإن شاء الله دائما تكون أيامكم كلها أعياد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا وصفة خبز القالب الحوراني أو خبز العيد أو خبز الطابع والمرشم. هاي عدة أسماء له. احنا مسميه بحوران، محافظة الدرعا وشمال الأردن، مسميه خبز القالب الحوراني أو خبز العيد. راح نعملها بطريقة كثير سهلة وبسيطة، ولكن راح تكون نتائج بإذن الله على كيفكم. نتائج يعني رائعة جدا. مشان نبلش بهاي الوصفة بدنا طحين، طبعا 9 كاسات أو كيلو ونص تقريبا. هاي أول مكون. إذا طحين 9 كاسات بما يعادل يعني كيلو ونص تقريبا. أي نوع من أنواع الطحين أنتم بتحبوها يعني أو الموجودة. بدنا خميرة 2 ظرف، يعني ملعقتين كبار. وإذا في خميرة من العادي القوالب يعني قالبين تقريبا بكفن، صغار يكونن. أما هون استخدمنا البودرة. بدنا ملعقة ملح واحدة كبيرة. سكر بدنا يعني نص كاس من نفس هذا الكاس اللي عيرنا فيه الطحين. قزحة أو حبة البركة أو الحبة السوداء بدنا ملعقتين كبار. سمسم بدنا ملعقتين كبار. شومر بدنا ملعقة. يانسون ملعقة واحدة. في محلب اختياري طبعا، ملعقة صغيرة، اللي عنده أو اللي بيحب حط محلب اختياري مو أساسي يعني. حليب عندنا لتر واحد بس، ممكن ما نحتاجه كلياته، نحتاج 3/4 منه بس. بنحط أول بأول مشان يعني ما ننغدن أو تطلع رخوة شوي. إذن الحليب بنحط أول بأول، ما بنحطه دفعة واحدة. الحليب نحطه شوي شوي، بجوز نحتاج منه 3/4 تقريبا. بنحطهم بالعجانة أو بنعجنهم بالإيد مثل ما بدنا تا يتماسكن مضبوط. بعدين بنضيف عليهم زيت زيتون نص كاس، زيت زيتون أصلي يكون بلدي. بنرجع بنخلطهم شوي مشان يتماسكن ويعطي طعمه يعني طيبة، وكمان بصير في طراوة ونكهة عطرية. بعد ما خلطناهن مع زيت زيتون ويعني تجانسن، بنتركن تقريبا او بنحطن يعني بطاسة ثانية مشان يرتاحن. راح نطلعها من هاي العجانة، بنحطن بطاسة ثانية وبنتركن تقريبا يعني تقريبا ساعة مشان يتخمرن. إذا بدنا ننقلهم من العجانة الطاسة اللي عجنا فيها على إناء ثاني أو طنجرة ثانية أو طاسة. بنغطيهن طبعا، بنغطيهن أفضل مشان بيساعد عملية يعني التخمير ومشان نضل نظيف. بنغطيهن نتركن ساعة. بعد ما طبعا نغطي عليهن يعني كمان نحط عليهن غطاء شرشف أو أي شيء، يعني تقريبا ساعة زائد نقص يعني. ها بنكشف عليهن بعد ساعة. اللهم صل على سيدنا محمد. تخمرن بشكل كويس، جاهزات للشغل. بنجيب الصدر أو الطاولة اللي بدنا نشتغل عليها، طبعا بنزيتها، ندهنها بزيت مشان تكون طرية. بنبلش نقرص حسب حجم القالب اللي عندنا. في ناس عندها قوالب صغيرة، في ناس عندها قوالب أكبر. في أنواع كثير للقوالب، حسب القالب بنعمل القراص بتناسبه، بس لازم يكون القرص على قد القالب تماما. بنقرص الكمية اللي عندنا كلياتها، وبنجيب القالب طبعا بنغطسه بزيت، نشبعه زيت زيتون طبعا، وبنرق الرغيف عليه القرص مشان يصير رغيف. هذا أول رغيف، شوف شبعان زيت. اللهم صل على سيدنا محمد. كلهن بنتابع الكمية للأخير. نحطها على الصينية. احنا اشتغلنا هون على فرن كهرباء، اشتغلنا على فرن كهرباء، درناها النار من فوق ومن تحت على 250 درجة. طبعا الاستواء حسب، بدنا نراقب أول بأول، ما في يعني وقت معين، حسب الفرن إذا له مروحة ولا لا. هون الفرن اشتغلنا على 250 درجة من فوق وتحت. درنا من تحت أخذت شيء 7-8 دقائق أقل زائد ناقص حسب الحرارة. بس يستوي من تحت بنراقب، نرفعها لفوق الصينية على الطبقة الفوقانية مشان تتحمر. وبنزل الصينية الثانية اللي وراها كمان. تستمر العملية أنت نخلص الكمية. إذا عملية الشواء اللي بالفرن يعني أول بأول حسب المراقبة النتيجة. هاي النتيجة هون شايفينها، شوف شلون صار. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بعدين بعد ما نطلعه من الفرن نرجع بندهنه بزيت، بدهنه بزيت مشان يضل طري وبعطي نكهة كمان إضافية. هاي الخبزات هن بالفرن، بس طلعناهن كان جاهزات، صفطناهن. بدهن بعد عملية تزييتون، بلش عمليات تزييت، تكون جاهزات. خبز القالب صار جاهز. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وسهلة سريعة ما فيها شيء. موجودة على اليوتيوب، موجودة على قناتنا على الفيسبوك بطريقة ثانية عملناها. ان شاء الله دائما تظلوا بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بألف ألف خير.